زعلان والله، كان نفسي تكمل على خير ونوصل على الاقل للنهائي، بلاش فكره النهائي، على الاقل نكسب السنغال اللي بقالنا 3 ماتشات مش عارفين نكسبهم، لعبناهم في افريقيا اللي طلعتنا منها او اللي خدتها مننا بضربات الجزاء، لعبناهم في تصفيات كاس العالم بتاعت السنه اللي قبل اللي فاتت وطلعتنا من تصفيات كاس العالم، لعبناها امبارح في نصف نهائي افريقيا وكسبتنا، مع انها تستحق ان هي تكسبنا الماتش ده مستريح، لان احنا لا لعبنا كوره ولا عملنا اداء ولا كان في لعيبه رجاله ولا كان في مدرب فاهم وعارف هو بيعمل ايه. مدرب كل اللي همه ان هو كان ينزل يدافع قصاد السنغال من غير ما يفكر ولو لثانيه واحده ان السنغال اقل من كوت ديفوار اللي انت نزلت قصادها تدافع، وكان ممكن ان انت تكسب السنغال لو كنت فكرت ان انت تهاجم، على الاقل كنت هيبقى الماتش رايح جاي. انما اللي احنا شفناه امبارح ده كان اداء هزلي، اداء دون المستوى، اداء يجيب عقم، اداء يعني انا مش عارف يا جدع، ده احنا ما كناش عارفين نطلع بالكوره، يا نهار ضحك يا جدعان، احنا ما كناش عارفين نطلع بالكوره من منطقه جزائنا، احنا ما استلمناش كوره واحده صح. انت لو رحت جبت الاحصائيه بتاعه الماتش هتلاقي ان منتخب مصر امبارح كل اللي عمله طول الماتش ممكن 150 باص او 200 باص، ده اقصى، انا مديك رقم اوفر كمان، في المقابل هتلاقي السنغال داخله في ال 500 باص علينا. فايه اللي حصل امبارح ده عبث، اللي احنا شفناه مع المنتخب المصري امبارح ده عبث. لحد امتى هتفضل السنغال كعبها عالي علينا؟ اقول لك انا لحد امتى، لحد ما فكره ان المنتخب يكون بيدور حوالين محمد صلاح تنتهي، وقتها ممكن اقول لك ان احنا نقدر نكسب السنغال. كل مره ماني بيكون نازل في تحدي ان هو يكسب محمد صلاح، وللاسف كل مره بيكسب نفس التحدي وبيكون شايل منتخب بلاده بفرق كبير عن منتخب مصر. شفنا قد ايه ان محمد صلاح كان اقل لاعب في البطوله دي، مع ان الكل شايف ان دي البطوله اللي كان المفروض ان هو يثبت فيها نفسه، علشان بلاش منتخب مصر، علشان تثبت نفسك يا ارن سلوت مدرب الليفر ان انت اللي صح وهو اللي غلط. محمد صلاح عمل كل حاجه تقول ان هو غلط وارن سلوت هو اللي صح، نزل ما عملش حاجه في البطوله، ما عملش حاجه في الماتشات، لا يذكر اي جديد محمد صلاح قدمه مع المنتخب، عكس كل التوقعات وعكس كل الناس اللي كانت بتتمنى ان محمد صلاح يختم البطوله السنه دي ان هو يرفع الكاس، ولكن غزل نفسه وغزل كل الناس اللي كانت حاطه املها عليه، وشكل في الاخر مدرب الليفر هو اللي هيطلع صح وباقي الناس كلها غلط، لان الناس كلها وثقت في محمد صلاح. شفنا شكل من منتخب امبارح قدام السنغال قد ايه منتخب يجيب عقم لاي حد بيتفرج عليه. شفنا لعيبه ما فيش عندها روح، وبالاخص الجزء الهجومي اللي كان لا بيدافع ولا بيهاجم حتى. شفنا بعض اللعيبه اللي كانت رجاله في الملعب زي امام وحمدي ومروان عطيه، وخط الدفاع بالكامل اديله 100% بالوظيفه اللي هو كان حسام حسن عاملها ليهم، دفعوا الرجاله دفعت وعملت كل اللي عليها. لما الكوره بتتقطع معاهم او لما هم بياخدوا الكوره بعد ما يقطعوها من لعيبه السنغال ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، هو المدرب نزل قال لهم دفعوا بقى، بفكر ان هو يوصل الماتش ضربات جزاء، بفكر ان هو يطلع بمرتده يخطف، مش فاهم، بس فكره ان هو كان بيدافع قصاد السنغال ده فكر عقيم، فكر يجيب قرف كروي، فكر ان انت نازل قصاد السنغال تدافع قصاد فرقه انت عارف ان هي مش هتكون شبه الكوت ديفوار. يعني انت كنت خايف من كوت ديفوار، وكوت ديفوار كانت مستهزئه بيك وعديت منها وكسبت بسكور او بسيناريو لو انت اللي كاتبه بايدك يا حسام يا حسن، والله اقسم بالله ما هتكتبه بالطريقه دي. يعني انت لعبت قصاد السنغال بطريقه مهينه، لعبت قصاد كوت ديفوار بطريقه كانت هتبقى مهينه لو ما كانتش السنغال نزلت انها، لو ما كانتش يا رب كوت ديفوار نزلت انها مستقليه بيك. يعني كوت ديفوار نزلت مستقليه بمنتخب مصر وحصل اللي حصل، السنغال نزلت معترفه بلاعيبه مصر، والمدرب كان نازل عارف وعنده يقين ان لاعيبه مصر صعبه، فعلشان كده نزل خلص الماتش من بدري. في المقابل عندنا كابتن حسام حسن ما كانش عارف قيمه اللعيبه اللي معاه، ونزل راصص لك 15 لعيب باللعيبه بالاداريين بكله عند منطقه الجزاء. شفنا اللعيبه مش قادره، اي واحد كان بياخد الكرة انا مش عارف هو كان بيعمل بيها ايه. احنا كنا بنلعب الطويله وكانت بتتقطع مننا، يعني مش بتلعب الطويله لصلاح وعمر مرموش ويقدروا يستلموا ويجروا ناحيه الجون، لا، اللعيبه كانت بتلعب الطويله وكانت بتتقطع منها بطريقه مهينه جدا. انا عندي مليون علامه استفهام على اداء محمد صلاح في البطوله دي، وبالاخص في الماتش ده، مقابل نظيره اللي كان بيلعب قصاده على طول ماتش السنغال ومصر، نظيره ماني اللي كان بيلعب قصاده اللي انتقل في الاخر للدوري السعودي. يعني انت بتلعب قصاد واحد محترف في الدوري السعودي وانت محترف في اكبر دوري في العالم واصعب دوري في العالم، وبتلعب في اصعب فريق في العالم وبتلعب في الليفر. ده بيلعب في الدوري السعودي في النصر وانت بتلعب في الليفر، مش عارف تجاريه، مش عارف تجاري لعيب بيلعب في الدوري السعودي. انتوا الاتنين نفس السن، انت 33 وهو 33، هو محترف وانت محترف، هو شال فرقته او شال المنتخب بتاعه وكسبه ووصله النهائي، وانت كنت مختفي في اللعيبه المحليه اللي انت طالع تقول عليها اصلا لعيبه محليه. اللعيبه المحليه ادت اكتر منك وانت كنت مختفي ومستخبي في اللعيبه المحليه ومش عارف تعمل اي حاجه. شفنا كام كوره طالع بيها انت مش عارف تلعب لاعب على لاعب،
مش عارف ترقص لاعب على لاعب. انت اخرك تاخد الكوره وتجري، بتجري تلاقي اللعيب دافع قصادي وضغط عليك وخد منك الكوره، انت بتخاف ترجع تضغط عليه عشان تقطع الكوره منه او تاخد الكوره منه يا محمد صلاح. احنا عارفين كل اللي فيها، بس كنا بنطلع نهلل ونطبل علشان نشوف المنتخب اخره هيوصلنا لحد فين. ووصلنا بالفضيحه اللي احنا طلعناها قصاد السنغال بكوره ميته. احنا كنا بنلعب كوره عقيمه، احنا مش عارفين نطلع بالكوره يا جدعان، احنا ما كناش عارفين نطلع بالكوره يا جدعان. ساديو ماني بيقدم اداء خرافي من اول البطوله، وكلنا شفنا السنغال معاه عامله ازاي. من اول البطوله هو نازل عاوز يكسب البطوله، من اول البطوله هو حاطط هدف ان هو عاوز يكسب البطوله، من اول البطوله هو عارف ان هو ممكن يقابلك في نص النهائي وعاوز يطلعك علشان يكسر عينك اكتر ما هو كسر عينك. 3 مناسبات يا جدع ورا بعض يكسبك. والمضحك بقى ان هو لما كسبك ما عملش اي احتفالات، بالعكس قال للعيبه بالمخ اهدوا، احنا ما عملناش حاجه، ده الطبيعي بتاعنا، ده العادي بتاعنا ان احنا نكسب محمد صلاح ورفاقه، عادي خالص ان احنا نكسب محمد صلاح بكل اللي معاه دول. لعيبه مش لعيبه، لعيبه هي عارفه هي بتعمل ايه. لعيبه السنغال نازله عارفه هي عايزه ايه من الماتش، لعيبه نازله احنا عاوزين نأدي اداء رجولي علشان نكسب الماتش، عكس البي بتاعنا محمد صلاح اللي احنا عارفين اللي من اول البطوله ما شفناهوش عمل بطوله عدله. لا عمل بطوله عدله، ولا عمل ماتشات حلوه، ولا عمل اي حاجه من اول البطوله، رغم انه مطلوب منه ان هو يعمل كده. يعني رغم ان هو مطلوب منه ان هو يعمل كده علشان خاطر يبين للعالم كله والناس كلها ان انا صح، انا صح وارن سلوت غلط. يعني يا عم بلاش المنتخب، بلاش تقدم ده للمنتخب بتاعك، احنا مش عايزين حاجه للمنتخب، واحنا ربنا كرمنا باللعيبه المحليين بتوعنا يا عم وهنبدع بيهم. اعمل حاجه لنفسك، اعمل حاجه ليك ان انت قدام العالم كله تبان ان انا اللي صح، وان انا ما ينفعش ان انا اقعد دكه لحد. انا صح، انا بطل، انا اي حاجه في اي حاجه اعملها. انما احنا ما شفناش كده طول البطوله. الماتشات اللي احنا لعبناها 3 بتوع دور المجموعات، ماتش كوت ديفوار والماتش الاخير اللي احنا طلعنا منه بفضيحه، انت ما عملتش حاجه. هيجي واحد محنك دلوقتي يقول لي يا عم انت ما بتفهمش حاجه، انت ما شفتش الجون اللي جابه. الجون اللي جابه ايه؟ الجون اللي جابه في كوت ديفوار ده لو ما كانش جابه يبقى عقيم. الجون اللي جابه في كوت ديفوار لو ما كانش جابه يبقى عقيم، يبقى ما بيفهمش حاجه، يبقى عقيم ما بيفهمش حاجه. انما انت تيجي تقول لي اصل محمد صلاح نجم، يا عم نجم على نفسه. نجم فين؟ ما احنا شفنا ساديو ماني اهو 3 ماتشات ورا بعض هاينه، 3 ماتشات ورا بعض مخليه مش عارف حاجه. انا لما بتفرج يا جدعان على ساديو ماني وبتفرج على محمد صلاح انا بيجي له حموضه، انا بيجي له حموضه من المحترفين اللي عندنا والمحترف بتاعنا. مش كده والله العظيم، ما كده يا جدع، اقسم بالله ما كده. ده محمد صلاح مش عارف يعمل باص، ده المحترف بتاعنا، ده المحترف بتاع ليفربول بتاعنا اللي المفروض ان احنا هنقف عليه، ان احنا بنبني المنتخب عليه. ازاي؟ انا عايز حد يقنعني ان ده بتاعنا بتاع محمد صلاح اللي المفروض نبني عليه، اللي المفروض نلعب بيه، اللي المفروض نأدي معاه. ما شفناش كل ده، كل ده بشينك، كل ده هوا ملوش لازمه. كل ده البيب بتاعنا مش عارف يعمل اي حاجه، لا قادر يجري ولا قادر يلعب ولا قادر يرقص 1 على 1. شفناه امبارح يا جدع في اكتر من كوره مش عارف يضغط. يا جدعان يا نهار اسود، مش عارف يضغط. يا اما خايف يضغط بقى، ما هو ما فيش يعني اي حد تقول له اضغط هيجري على اللاعب. ده مش عارف يضغط، مش عارف يعمل ربع اللي الناس بتعمله في الملعب، مش عارف يضغط وياخد كوره من لعيب، اللعيب رايح بهجمه اضغط عليه هاتها منه شكرا، مش عارف يعملها يا جدعان. لعيب دولي ومحترف في اكبر دوري في العالم مش قادر يجري، مش قادر يجري ويضغط على لاعب ياخد منه الكوره. يا نهار عره يا جدعان، يا نهار عره. ده المفروض المحترف اللي هيشيل المنتخب على كتفه ويوصلنا ان احنا ناخد النهائي هيبقى قابلني. لو جبت لك الخريطه الحراريه بتاعت الماتش، بالاخص الخريطه الحراريه بتاعت محمد صلاح وبتاعت ماني، هتضحك والله 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 اقسم بالله. انت هتضحك وهتستعيب الخطه او هتستعيب الخريطه اللي انا هجيبها لك. عارف يعني ايه لو جبت لك خريطه حراريه للاعب محترف دولي في الدوري الانجليزي، وخريطه حراريه للاعب محترف في الدوري السعودي، لو هناخد ان الدوري السعودي اي حد ممكن يقدر يطلع ان هو يحترف فيه، هتلاقي ان محمد صلاح ابو 33 سنه قصاده ماني ابو 33 سنه، ده احسن كوره وده احسن كوره، ده احسن فلوس واحسن تغذيه وده احسن فلوس وده احسن تغذيه. هتلاقي ان محمد صلاح 10% من الخريطه الحراريه بتاعت ماني. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك اقسم بالله 10% من الخريطه الحراريه بتاعت ساديو ماني
هي بتاعت محمد صلاح. انا هنزلها لك هنا، هتظهر لك هنا على الشاشه الخريطه الحراريه بتاعت محمد صلاح مقارنه بالخريطه الحراريه بتاعت ساديو ماني. هتلاقي ان محمد صلاح ما جراش او بيجري او بيتمشى في الملعب. في المقابل ساديو ماني يا عيني ربنا يديله الصحه، والله لا هشجعه، اقسم بالله لا هشجعه ان هو ياخد النهائي من المغرب. ربنا يديله الصحه ويعيش لمنتخب بلاده. اللعيب يا جدعان عمل كل حاجه في الكوره امبارح، عمل كل حاجه في الكوره حرفيا امبارح. لعيب بيطلع يهاجم وفي نفس الوقت بيطلع يدافع. اقسم بالله الدقيقه كانت 88، انا شفت له كوره انا ذهلت ان ده ساديو ماني اللي رايح يجيبها. مش بقى هتقول لي مثلا احنا رايحين بهجمه ورايحين ندافع فده راجع يدافع معاهم، لا والمصحف. احنا البهوات بتاعتنا بيلعبوا الكره الطوليه اللي محفوظه اللي احنا بنلعبها وما بناخدهاش. مش عارف محمد هاني ولا تريزيجيه اللي نزل مكان احمد فتوح تخيره ازنه من ان هي تتقال ان هي في كره القدم. بيلعب الكره كره طوليه الناحيه التانيه. انت عارف مين اللي كان ورا عند الدفاع بياخد الكره بيجري يروح يجيب الكوره بدل ما يسيبها تطلع اوت؟ هي كده كده مفيش ولا لعيب من دو عندنا في مصر عندها. عارف مين؟ ساديو ماني. والله ساديو ماني اللي رجع جرى راح جاب الكوره من خط الدفاع بتاعه. يعني مثلا مش حد من قلب الدفاع عنده راح يجيبها، لا ساديو ماني اللي رجع الدقيقه 88 اللي كسبان 1-0 رجع عشان يجيبها. في المقابل المنتخب المصري بتاعنا بالبهوات اللي شايلين الهجوم بتوعنا، عمر مرموش اللي بيلعب في مانشستر سيتي، محمد صلاح اللي بيلعب في الليفر، مفيش حد منهم جري ان هو يطلع يروح يجيب الكوره. شوف، يطلع يروح يجيب الكوره او يطلع يضغط على لعيب في المنتخب السنغالي عشان ياخد منه الكوره ويحاول ان هو يعمل هجمه. ما شفناش كل الكلام ده، كله عك في عك، خطه عك في عك، مدرب بص كله عك في عك. والله يا جدعان ضحك، احنا كنا بنقدم امبارح ضحك. دي ما كانش كوره، دي ما كانتش كوره. هديك مثال، شفت لما الاهلي بيكون بيلاعب فرقه ضعيفه؟ بلاش باللي بيحصل دلوقتي لان الاهلي طلع من مصير الاتصالات، بس ما علينا يعني كلها علامه استفهام. بس خلينا لما بالاهلي بيروح يقابل فرقه ضعيفه في دور ال 64 من دوري ابطال افريقيا، شفت الاهلي بيبقى عامل ازاي قصاد الفرقه دي؟ بيبقى هينها، ممكن ياخدها رايح جاي 6-0 5-0 4-0. نفس اللي حصل من السنغال بالظبط. السنغال عملت بينا نفس اللي حصل، نفس اللي كان بيحصل، هو سيناريو ما اتغيرش. السنغال في الثلاث ماتشات الاخيره مع مصر اقسم بالله هو السيناريو ما اتغيرش. بالنص بالكربون حبيبي بالكربون زي ما ايمن الكاشف بيقولها. خلاصة القول علشان انا زهقت من الكلام عن المنتخب وما كنتش ناوي والله ان انا اعمل فيديو، بس الشغل يحكم، الشغل والفيديوهات تحكم ان انا لازم اعمل فيديو عن العك ده. انت عارف يعني ايه فريق يكون او منتخب كل اللي فيه مظلومين؟ طول ما في المنتخب ظلم او في فكره ان محمد صلاح هو النجم وهو الشو وهو اللي ماسك شرط القياده علشان هو النجم، هتفضل ماشيه كده. هتلاقي في المنتخب عك في عك، هي هتفضل ماشيه كده والله صدقني. طول ما في النجم الاوحد محمد صلاح مش هتشم بطوله. وخلاصه الكولي بقى عشان ننهي القصه دي، خلاصه القول بقى وخدها مني وما ترجعش ورايا. طول ما محمد صلاح في المنتخب مصر مش هتشم انها ترفع كاس، حتى لو الكاس دي من العتبه. يعني لو راحوا جابوا كاس وجابوا منتخب قصاد منتخب تاني، او جابوا مصر قصاد منتخب غزل المحله، لو عملوا من غزل المحله منتخب ولعبوها عشان محمد صلاح يرفع كاس، مصر هتخسرها. خدها مني وما ترجعش ورايا واقفلها بقى ضربه مفتاح. طول ما محمد صلاح في المنتخب مصر مش هتشم بطوله ولا هترفع كاس، حتى لو الكاس ده كاس دوري مراكز، حتى لو الكاس ده دوري مركز شباب، هو خلاص هي انتهت على كده. خدها مني وما ترجعش ورايا. نيجي بقى للمدرب، المدرب العبقري الفذ جوارديولا الشعب المصري بتاعنا حسام حسن. انا عندي ليك مليون سؤال محتاج ليهم اجابه. انت كان فين عقلك وانت نازل تدافع قصاد السنغال؟ ايه اللي كان في دماغك وانت نازل بتدافع؟ ليه؟ ايه عندك مخليك خايف من السنغال؟ ليه انت خايف من السنغال؟ عشان هي ظبطت مره مع كوت ديفوار فخلاص المفروض ان هي تظبط مع السنغال؟ مش هتظبط، والله ما هتظبط. كل فريق ليه تكتيك، كل فريق ليه مفروض. انت عندك في الاداره بتاعتك في الجهاز بتاعك محلل اداء يقول لك كل فريق بيمشي ازاي، كل فريق مفروض انت هتدربه او ان انت هتلعب معاه قصاده ازاي، اهو هتجاريه في الملعب ازاي. هو انا اللي هاجي اقول لك؟ هو انا اللي قاعد في البيت هاجي اقول لك؟ يعني انت اللي واخد تدريبات،
واخد كورسات في التدريب ما شاء الله، وبتدرب منتخب مصر، مع ان انت فشلت مع كل الفرق اللي انت دربتها وما اعرفش مسكوك منتخب مصر ليه، بس خلينا معاك على الاخر ان انت ماسك منتخب مصر. فين محلل الاداء اللي يقول لك كل فريق بيمشي ازاي؟ السنغال هتنزل ضغطه، انزل دافع، العب على الهجمه المرتده على الارض، حصل اللي حصل والسيناريو ماشي معاك بطريقه غريبه جدا. كله كان متوقع لك ان انت هتخسر، والسيناريو ظبطك، والجون اللي جابه عمر مرموش اول دقيقه بوظ كل خطط كوت ديفوار ومشيت معاك. تنزل قصاد السنغال تدافع ليه؟ ايه اللي عندهم يخليك تخاف ان انت تنزل تضغط معاهم او تلعب معاهم او تخلي الماتش رايح جاي؟ ايه اللي كان في دماغك؟ رغم ان انت شفت، يعني انت شخصيا شفت لما ماني دخل بيك الجون. يعني انا اصلا، يعني انا عمال ابعد نفسي عشان ما اتكلمش على الشناوي، وابعد نفسي ان انا ما اتكلمش على كل العك اللي الشناوي بيعمله، بس بضطر برضه ارجع للشناوي. هو في ايه يا شناوي؟ يعني انا عايز افهم، كفايه عليك كده مبدئيا، كفايه عليك كده، كفايه عليك كده في الاهلي، خارب بيت ابونا في الاهلي وخارب بيت ابونا في المنتخب. يا جدع ارمي نفسك، اعمل استعراض. شفت جنش؟ لو انت تسمع عن جنش، الحارس جنش بتاع الزمالك اللي دلوقتي مش فارق باتحاد سكندري باين، ولا في فيوتشر او مودرن سبورت حاليا. جنش كان احلى واحد يعمل استعراض، تبقى الكوره بص سهله، بس يبان لك قوي ان هو موت نفسه عليها ودخلت منه. انت ما بتعرفش كده. انت ما اترمتش ليه يا عم؟ افرد ايدك، اعمل تراي، اعمل كده، اعمل كده، اعمل اي حاجه، اعمل تراي، اعمل اي حاجه، بوس ايدك. انما ما ترميش نفسك على الكوره. يا جدع حرام عليك يا جدع، يا جدع حرام عليك يا جدع، انت هتاخد زمانك وزمن غيرك. ما هي طول ما هي ماشيه في مصر ان الحراس بالاقدميه والله ما هنفلح. طول ما هي ماشيه في مصر ان الحراس بالاقدميه وان الحارس القديم هو اللي بيقف بقى عنده 35 سنه فاشل، هتقف. طول ما هي ماشيه ان الحارس بتاع النادي الاهلي هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر، هتفضل خرا. مفيش. انا اهلاوي بقول لك بلاشها. انا اهلاوي، وقف اللي يستاهل، وقف اللي يستاهل. مصطفى شوبير يا جدعان ده عنده 27 سنه وما لعبش 50 ماتش في حياته. هو في ايه؟ هي هتفضل عاكه كده في مصر لحد امتى؟ مش فاهم يعني. هيفضل لحد امتى مصطفى شوبير هو الحارس الثاني او الناشئ زي ما بيسموها؟ محمد الشناوي طول البطوله كلها ما عملش غير ماتش جنوب افريقيا وشكرا. اوت. محمد الشناوي اوت خلاص. جه قدام كوت ديفوار والدفاع هو اللي شالنا مش محمد الشناوي، رغم ان كان فيها هفوات كتير ممكن كانت تلبسنا وعدت. شفناه قصاد السنغال ما عملش حاجه، الكره الوحيده اللي اتشاطت عليه ما اترماش عليها، يا موحد الله. يا جدع حرام عليك، يا جدع مد ايدك، يا جدع ارمي نفسك، يا جدع اتلحلح، اتحرك من مكانك. يعني انا حاسس ان انا بديك درس بعلم النفس، اللي هو ابدا ارمي نفسك، اعمل اي حاجه. انت ما بتعملش حاجه. انت واقف في الجون، الكره اتشاطت عليك، بدل ما يرمي ايده، بدل ما يمد ايده يا عم نام عليها. مع ان الكره قريبه منك، اقسم بالله الكره قريبه منك وتقدر تجيبها، بس الحمد لله الشناوي بتاعنا ما عندوش ايد ان هو يرمي نفسه على الكوره او ان هو يعمل استعراض. والحمد لله خسرنا بواحد صفر. ونرجع لموضوعنا تاني، وهو الكابتن حسام حسن. يا كابتن حسام حسن، انت لما دخل فيك جون وعدلت التشكيله وطلعت رامي ربيعه، مع ان رامي ربيعه انت مطلعه اقسم بالله مش علشان تعدل التشكيله، انت طلعته عشان شوح لك، وما علينا من القصه دي مش هتكلم عليها، او هيبقى لها فيديو تاني اتكلم عليها. انت لما طلعت رامي ربيعه ونزلت هجوم وعملت تشكيله كويسه وبدات تهاجم، قول لي ايه اللي حصل؟ لما هاجمت ضغطت السنغال في منطقه جزائها وبدات تروح، وممكن كانت تاخد ضربه جزاء وشوطه جت في الهواء وبدات تشوط وبدات تاخد ركنيه. كان فين ده من الاول؟ يعني انت لو كنت بدات بكل ده من الاول، على الاقل يا عم لو كانت هما جابوا فيك جون كنت تقدر تجيب جون. جابوا فيك اتنين هتقدر يا عم خلص 2-1. العب، العب على راي مانويل جوزيه. الاسوأ من الهزيمه ان انت مش قادر تقاتل في الملعب. يعني العب وادي واخسر، انا ما عنديش مشكله. اخسر، بس اخسر برجوله واخسر بشرف. الاسوأ من الهزيمه هو عدم القتال من اجل الفوز. انت ما حاربتش، انت ما تنيلتش، انت ما عملتش اي حاجه، انت نازل راصص اللعيبه كلها ورا، ده مع ده مع ده مع ده، شكرا دفعوا، دخل فينا جون، ابدا هاجم. ولما هاجمت عملت عليهم خطوره. يعني انت لما هاجمت عملت عليهم خطوره، بس كان الوقت خلص. انت رايح تهاجمهم امتى؟ الدقيقه 85 بادئ في التغييرات الدقيقه 80. طب انت كان عقلك فين؟ انت فاكر ان انت كنت هتقدر ان انت تجاري السنغال لحد ضربات الجزاء؟ حصلت مره مش هتحصل تاني، حصلت مره مع كيروش مش هتحصل تاني. انت عندك اللاعب المصري البدني بتاعه زيرو،
اصلا لو كان الشوط التاني انتهى بالتعادل وكنت دخلت اشواط اضافيه كنت هتخسر. البدني كان وقع. الا بقى لو انت كنت شايل بقى زي فاكر اسامه نبيه اصلا شايل اللعيبه دي للوقت اضافي، هتنزلهم الوقت الاضافي تهاجم بعد ايه؟ بعد ما اتلبيت جون. فانا مش شايف اي داعي للي انت عملته، اقسم بالله خالص ملوش اي داعي، ملوش اي نيله اللي انت تعمل الحركه اللي انت عملتها وتنزل تدافع قصادهم. بتدافع ليه؟ هفضل على اقتناع تام ان حسام حسن مش مدرب ينفع لمنتخب مصر. اخره فريق درجه تانية، فريق في الدوري المصري يقعد يخبط يجري ولا الصحفيين في الملعب، انما ان هو يدرب منتخب بقيمه مصر صعب يا جدعان. محمد او حسام حسن جاي هو واخوه ابراهيم حسن واسطه، جاي بطريقه غريبه جدا ان هم يمسكوا منتخب مصر، والمصيبه ان انت هتكمل بيهم في كاس العالم. ما هو الباشوات كانوا عاملين له عقد ان انت لو وصلت نص نهائي او كوارتر فاينل مع منتخب مصر في افريقيا فانت مكمل معانا لكاس العالم، ودي في حد نفسها مصيبه. بس هنعمل ايه؟ ادى الله واضح حكمته وهنكمل معاه لحد كاس العالم. ويا عم انا عايز اقول لك حاجه، احلى خروج ليك، ومش خروج مشرف في كاس العالم، لا خروج مهم. نيجي بقى لسبب كل اللي بيحصل في الدوري المصري والمنتخب مصر، وهو اتحاد الكوره والرابطه. اي حد مسؤول في البلد دي عن الكوره، ايه منظركم دلوقتي؟ عايز اعرف. وانتوا كل حاجه عندكم هي الفلوس، المصالح تمشي وكل واحد يعبي الفلوس في كرشه ومشي الدنيا، ما هي فلوس بتلم. هل في حد موهوب في الدوري المصري حاليا؟ لا. هل في حد موهوب في ناشئين في اي فريق في الدوري المصري؟ لا. هل في حد موهوب يقدر يقدم في اي فريق في الدوري المصري علشان يلعب في التقديمات او يلعب في الناشئين؟ برضو لا. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان فلوس. اتحاد الكوره والرابطه وكل المستثمرين اللي ماسكين الكوره دلوقتي كلهم عايزين فلوس، عايزين اي حد عشان يروح يفتح ملف في الكوره او يلعب او يقدم في اي فريق عاوز فلوس. ابن الغني هو اللي بقى بيلعب، موهوم وحش عقيم هو اللي بيلعب، ابوه يدفع له فلوس ويعدي بتاع الاختبارات وقشطه صباح الفل. طب ابن الفقير اللي موهوب مفيش، ما هو معهوش فلوس يلعب. اي حد معاه فلوس دلوقتي ممكن يلعب حتى لو برجل واحده، بس هتدفع، هتعمل استثمارات، هتلعب. طب حد دور على منتخب مصر؟ لا. حد دور على مصلحه منتخب مصر في ان لازم يطلع مواهب في الدوري المصري؟ لا. حد دور على مصلحه الدوري المصري بدل ما هو بقى منظره مهين كده ومنظره كله شركات ويطلعوا انديه الشعبيات تاني تلعب في الدوري المصري؟ لا، محدش دور عليهم. كل واحد همه الفلوس. من اول ما قلبتوا الكوره في مصر ابن الغني بس هو اللي يلعب، والكوره بقت من اسوأ لاسوأ. من وقت ما قلبتوا الدوري المصري من دوري شعبي لدوري شركات علشان الفلوس، والمنتخب بقى من اسوأ لاسوأ. يعني ايه كل كام سنه يطلع لعيب محترف من وسط مليون لعيب؟ اقول لك ليه. عشان مفيش حد موهوب. مفيش حد موهوب بيدخل يقدم في اختبارات اللي بتكون بالاف الجنيهات. من وقت ما الكل بقى بيدور على فلوس والسمسره، من وقت ما ابن الفقير بقى مش عارف يلعب كوره. هي بقت صعبه قوي، بقت صعبه قوي جدا والله ان انت تظهر لعيب. يا جدع ده انتوا قتلتوا روح الكوره في مصر في الشوارع. حتى الكوره في مصر بقت مسخه قوي، لا طعم ولا شكل ولا ريحه. ملاعب بدون جمهور، دوري من اسوأ الدوريات في المنطقه. حتى ماتشات الديربي يا جدع، ماتشات الديربي اللي مصنفه من اقوى الديربيات في المنطقه بين الاهلي والزمالك، خليتوها تتلعب بره مصر عشان الجمهور الواعي المثقف ما يحضرش. لا في سياسه ولا في تخطيط ولا استقرار ولا اي حاجه. فبالتالي الكوره في مصر بقت صفر. حرفيا الكوره في مصر بقت صفر، بقت مهينه. الناس اللي لسه طالعين اول امبارح بقى عندهم كوره. شفنا كل الدوريات حوالينا كلهم عندهم كوره واحنا لا. كل الدوريات حوالينا ليبيا العراق كلهم عندهم كوره وعندهم جروب بيحضر، احنا لا. احنا بطلنا ندخل الجمهور، واخرك 10000 5000 6000 ومشي الدنيا يا عم، مش ناقصين وش. مع ان نفس الاستاد، خدها بقى كده واسمع كده، نفس الاستاد اللي كان عليه اي بطوله او اي ماتش للاهلي او الزمالك، استاد القاهره، بيبقى عليه 5000 6000 بالعافيه. نفس الاستاد من كام يوم ماتش كوت ديفوار اللي فات كان عليه حفله لمحمد صلاح، والاستاد كله كان متقفل وكان متامن عنب العنب اهو، ولا هو بيتامن حفلات؟ انما ماتشات لا، هي ماشيه كده. طبيعي كل ده يحصل بالناس عمرها ما فكرت في الشباب ولا في مستقبل الكوره، وبس عشان انا زهقت.